ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده هنكمل باقي المحاضرة بتاعتنا في الانترودكشن او مقدمة في النتوركس او في علم الشبكات، وهنتكلم في موديل مهم جدا جدا اسمه الاو اس اي موديل. طيب يا شباب، النهارده بقى هنتكلم في جزئية مهمة جدا اللي هي الاو اس اي موديل. الاو اس اي موديل، طيب كلمة موديل اول حاجة معناها ايه؟ معناها نموذج. ده نموذج استرشادي بيعرفني ازاي البيانات وهي بتعدي من مكان لمكان تاني بيتم نقلها. طيب هنتكلم عنه بالتفصيل. اول حاجه بس عايزك تعرف اختصاره، ان هو اختصار لكلمه Open System Interconnection. تالت حاجه عايزك تعرف ان اللي عمل الموديل ده حاجه اسمها الايزو، والايزو دي عباره عن منظمه دوليه للمعايير، بتقيس المعايير بتاعت بتاعت حاجه ما، زي مثلا حاجه اسمها ستاندرد او معيار اسمه الايزو 27001 عشان يقيس الشركات بمنتهى البساطه مطبقة معايير الحماية على البيانات وعلى المعلومات بتاعتها ولا لأ. طيب بتعمل معايير كتير جدا منها الايزو 27001، وعملت لنا الموديل اللي هو بتاع الاو اس اي، اللي هو اختصار الاوبن سيستم انتركونكشن زي ما اتكلمنا. طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا. تخيل حضرتك ان انت في شركة اسمها شركة A، وحضرتك موظف في الشركة دي، وعندك كده كده، وفي عندنا طبعا انت موجود في مصر اهون او في ايجيبت، وزي ما اتكلمنا في هنا موجود الانترنت بتاعنا، وموجود هنا سيرفر من السيرفرات بتاعت جوجل، سيرفر من السيرفرات بتاعت جوجل زي ما اتكلمنا. والسيرفر ده انت دلوقتي الكلاينت زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت، وادي السيرفر اهون، وانت هتبدأ تعدي عشان محتاج عشان محتاج مثلا ملف بي دي اف موجود على السيرفر ده. طيب ايه بقى اللي هيحصل جوه؟ اللي هيحصل جوه وكيفية نقل البيانات او كيفية انتقال البيانات من هناك او من هنا لهناك، وبعد كده ان هي ترجع لك من هنا لهنا. الموضوع ده حدوتة كبيرة قوي. مين اللي حكى لنا الحدوتة دي؟ اللي هو الاو اس اي موديل. قال لك الاو اس اي موديل بيتكون من 7 طبقات. 7 طبقات زي ما انا كنت بكلمكم الليكتشر اللي فاتت، وقلت لكم لير 4 ولير 3، وهتفهموا الكلام ده معناه ايه. يبقى الاو اس اي موديل بيتكون من 7 طبقات. ال7 طبقات دول بيفهموني بشكل كامل ايه اللي هيحصل في النص هنا او في الليلة دي كلها، من اول لما الشخص ده يبدأ يطلب ان هو عايز ملف البي دي اف لحد ما السيرفر يبعت له ملف البي دي اف ده. او مثلا ان حضرتك مثلا هنا جهاز اسمه جهاز A بيكلم جهاز B، وحضرتك جيت وقمت ماسك الجهاز بتاعك وبعت رسالة على الواتساب على صاحبك، تليفون صاحبك اللي هو عنده برضو نفس الواتساب اللي موجود هنا. طيب البيانات او الرسالة اللي هي المسج دي، ايه هي المراحل والحاجات اللي هتحصل لها واللي هتعدي عليها عشان توصل من اول عندك هنا لحد عند لحد عند صاحبك؟ قال لك اللي بيشرح لي الكلام ده كله او الطرق دي كلها او طرق نقل البيانات من جهاز لجهاز تاني هو الاو اس اي موديل ده بالتفصيل، عن طريق ان هو زي ما اتكلمنا بيتكون من 7 طبقات. كل طبقة ليها وظيفة محددة بتعملها في الرسالة او في البيانات او في الداتا بتاعت حضرتك. طيب ايه هي ال7 طبقات دول؟ قال لك عندنا اول طبقة اسمها الابليكيشن لاير. الابليكيشن لاير، ودي الطبقة رقم الطبقة رقم 7. بعد كده عندنا طبقة تانية اسمها البرزنتيشن لاير. البرزنتيشن لاير، ودي طبقة رقم 6. بعد كده عندنا طبقة تالتة اسمها الطبقة رقم 5، يعني لأن أنا طالع من فوق لتحت، وهقول لكم ليه من فوق لتحت، أو من 7 ل6 ل5 وهكذا لحد 1. الخمسة اسمها السيشن لاير، اسمها سيشن لاير. طيب الطبقة اللي هي رقم 4 اسمها ترانسبرت لاير. الترانسبرت لاير. طيب طبقة رقم 3 اسمها النتورك لاير. النتورك لاير. وطبقة رقم 2 اسمها الديتا لينك لاير. الديتا لينك لاير. أما الطبقة رقم 1 بقى فهي اسمها الفيزيكال الفيزيكال لاير بالشكل ده كده. طيب حلو قوي. احنا عشان نقول ان احنا خلصنا الليكتشر بتاعت النهارده دي، احنا عايزين نعرف انترو او مقدمات عن كل طبقه. طب هل انا هشرح كل طبقه بالتفاصيل؟ لا، احنا نعرف انترو بس او مقدمه عن كل طبقه من ال7 طبقات دول. طيب اول حاجه انا عايزك تعرفها، لو انت جهاز هنا اهو، وعندك جهاز تاني هنا اهو بي، وانت بتبعت لحد رساله، او بتبعت له بيانات، او بتبعت له ملف، وات ايفر، اي حاجه انت بتبعتها له،
البيانات وهي جايه توصل من عندك لعند صاحبك، وهي في المرحله اللي هي عندك دي دلوقتي، هتنزل من فوق لايه لتحت، يعني هتعدي من اول اللاير السبعه لحد اللاير الايه الاولى، وتبدا ان هي تمشي في الايه في الميديا او في الوسيط اللي احنا اتكلمنا عنه لحد ما توصل للايه للديستنيشن او للوجهه او للجهاز بتاع صاحبك، عشان تبدا تعكس الكلام ده كله وتعدي على الطبقات من اول الطبقه الاولى اللي هي اللاير الاولى او الفيزيكال لحد ما توصل لير السبعة اللي هي الطبقة الايه الطبقة رقم سبعة. طيب انا مش عايزك تفهم الكلام ده كله دلوقتي، لكن هتفهمه في اخر الايه الليكتشر او اخر الايه اخر الفيديو. بس انا اللي عايزك تعرفه، لو انت بتبعت لحد من اول البيانات وهي موجودة عندك بتعدي من السبعة لحد الاولى، توصل عند الشخص اللي انت بتبعت له من الاولى لحد السبعة. تمام، حلو قوي. دلوقتي بقى احنا عايزين نبدأ نتكلم في كل لاير مقدمة بسيطة جدا عنها عشان نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. اول حاجة عايزين نتكلم فيها هي الابليكيشن لاير. الابليكيشن لاير دي هي اللاير رقم ايه؟ هي اللاير رقم سبعة، لاير رقم سبعة. طيب ايه اللي بيحصل في الابليكيشن لاير او في اللاير رقم سبعة دي؟ قال لك كل اللي انا عايزك تعرفه عن اللاير رقم سبعة او الابليكيشن لاير ان هي الوجهة او الواجهة بتاعت ايه؟ بتاعت حضرتك، بتاعت حضرتك على الايه؟ على الجهاز. يعني ايه الواجهة بتاعت حضرتك على الجهاز؟ يعني مثلا لما حضرتك بتفتح ويب سايت، لما حضرتك بتيجي تفتح ويب سايت، بتفتح مثلا فيسبوك، بتروح عشان تنزل ايه؟ تنزل ملف. الكلام ده كله بيحتاج بروتوكولات، احنا اتكلمنا عن واحد منهم فعلا المحاضرة اللي فاتت في الشبكات، زي ال HTTP او الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول. الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول ده بقى واقف او قاعد عند انهي لير او طبقة، او بيشتغل في انهي طبقة من السبع طبقات عند الابليكيشن لاير؟ طب هو بس ال HTTP بس اللي بيشتغل؟ لا، بروتوكولات تانية كتيرة جدا، حاجة اسمها ال FTP او الفايل ترانسفير بروتوكول مثلا، وده ليه علاقة بنقل الايه؟ بنقل الملفات، بنقل الملفات وغيرهم كتير. يبقى انا اللي عايزك تعرفه عن اللاير السبعة او الابليكيشن لاير ان هي دي اللاير بتاعة الايه؟ الوجهة اللي حضرتك كيوزر او كاند يوزر بتتعامل معاها، بيقوم عليها بروتوكولات او بيبقى موجود جواها بروتوكولات زي ال HTTP الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول وال FTP او الفايل ترانسفير بروتوكول. طيب دلوقتي بقى نتكلم في طبقة رقم 6 معانا اللي هي اسمها ايه يا شباب؟ اسمها البرزنتيشن لاير. سهلة جدا، مش هناخد فيها غير دقيقة او نص دقيقتين. طب ركز معايا في البرزنتيشن لاير. اول حاجة عايزك تعرفها عنها زي ما اتكلمنا ان هي الايه؟ اللاير رقم 6. يبقى اول حاجة ان هي لاير رقم 6 اسمها الايه؟ اسمها البرزنتيشن لاير. طيب مالها بقى البرزنتيشن لاير دي؟ قال لك انا عايزك تعرف بس ان هي بتعمل ثلاث حاجات. طيب الثلاث حاجات دول هنقولهم وبعد كده ايه؟ بعد كده نشرحهم. اول حاجة بتعمل لي حاجة اسمها encoding. تاني حاجة بتعمل لي حاجة اسمها compression. تالت حاجة بتعملها لي encryption. طيب حلو قوي الكلام ده. يعني ايه encoding؟ اول حاجة يعني ترميز. يعني ايه compression؟ يعني ضغط. يعني ايه encryption؟ يعني تشفير. طيب يعني دلوقتي البيانات اللي حضرتك بتبعتها لشخص، ابتدت ان هي ايه؟ ابتدت ان هي تعدي بعد اللاير السبعة على اللاير الايه؟ الستة اللي هي البرزنتيشن لاير. فابتدينا ان احنا نعمل فيها ايه؟ ثلاث حاجات. اول حاجة encoding، يعني ايه؟ ترميز. كل اللي عايزك تعرفه عن الانكودنج دلوقتي ان الانكودنج معناه ان انا احاول اخلي البيانات اللي حضرتك بتبعتها دي تبقى ملائمة للغة اللي الكمبيوتر اللي الكمبيوتر بيفهمها، اللي الكمبيوتر بيفهمها. الانكودنج دي بقى حاجة كبيرة جدا وليها علاقة بحاجة اسمها التشور سيت، وليها علاقة بحاجة اسمها الاسكي كود واليونيكود واليو تي اف 8 و16 و32. هتعرف الكلام ده كله، ال HTML encoding والبيس 64 encoding واليو ار ال encoding. تعرف كل انواع الترميز او الانكودنج دي كلها اما تخش كليات ليها علاقة بالحاسبات والهندسة، هندسة الحاسبات طبعا. طيب يبقى تاني الانكودنج كل اللي عايزك تعرفه عنه ان هو بيحاول يخلي البيانات بتاعت حضرتك ملائمه للغه اللي الكمبيوتر ايه؟ بيفهمها، عشان الكمبيوتر ايه؟ ما يضربش معانا. تاني حاجه بيعملها هي الكompression او الضغط. والضغط اعتقد كلنا عارفينه، ان انا ابدا اشيل الربش او الاجزاء من البيانات اللي ملهاش اي لازمه، وابتدي ان انا اضغط الملف عشان اقلل الايه؟ المساحه او السايز بتاع الايه؟ الفايل ده هون. تالت حاجه بيعملها الا وهي الايه؟ الانكريبشن. يعني لو حضرتك مثلا البروتوكول بتاع ال HTTP اللي موجود في اللاير السبعة مش متشفر وعايز تضيف له ال SSL
او ال TLS certificate اللي هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي، اللي انا عايزك تعتبرها يا سيدي لحد دلوقتي encryption او تشفير، بيبدا ان اللاير السادسه او البرزنتيشن لاير تبدا تحط حرف الاس هنا او السكيور عشان تخلي الايه البيانات بتاعتنا ايه متشفره. يبقى البرزنتيشن لاير ثلاث حاجات: encoding compression encryption. دلوقتي بقى عايزين نتكلم في اللاير رقم 5، وزي ما اتفقنا قلنا ان اسمها السيشن ايه، السيشن لاير. سيشن يا شباب من اسمها معناها ايه؟ جلسة. عشان نفهم السيشن لاير ببساطة بسرعة جدا معناها ايه، عايزك تتخيل ان انت قاعد الجهاز بتاعك كده اهو، وعندك البرنامج بتاع ايه، بتاع زوم ده. عشان حضرتك تعمل اتصال ما بينك وما بين البرنامج بتاع زوم اللي احنا بنشرح عليه الليكتشرز او المحاضرات، انت محتاج ايه؟ محتاج تفتح جلسة. تفتح جلسة. طيب الجلسة دي مين اللي بيفتحها لك، او السيشن ده مين اللي بيفتحه لك؟ هي الايه، هي السيشن لاير. يبقى هي اللي مسؤولة عن ان هي تعمل جلسة او تفتح جلسة عشان نبدأ حوار ما بين برنامجين مختلفين، او ما بين جهاز وبرنامج، او ما بين ايه، او ما بين حاجتين. طيب يبقى انا اللي عايزك تعرفه من الاخر كده دلوقتي عن السيشن لاير، ان هي اللاير المسؤولة عن ان هي تعمل open لسيشن، وتبدا ان هي تعمل مانج السيشن. يعني مثلا لو النت بتاعك على زوم جه وقطع شويه، تبدا هي اللي تتعامل وتقول اه ده لا ده في ريكونكشن بيحصل، رجعه تاني على سيشن، كل الكلام ده. وتبدا كمان ان هي تعمل ايه، تعمل ترمينيت او تعمل قفل للايه، للسيشن بتاعتك بعد ما تخلص الحاجه اللي انت بتعملها، السيرفيس اللي انت بتعملها وات ايفر كانت عباره عن ايه. طيب شباب دلوقتي بقى هنتكلم في اللاير رقم 4، اللي هي مهمة جدا واسمها الايه، اسمها ترانسبورت لاير. ترانسبورت يا شباب من اسمها نقل. ترانسبورت يعني ايه؟ يعني نقل. طيب الرحلة بتاعت الترانسبورت لاير بتبدأ امتى؟ لما البيانات كده احنا متفقين ان هي هتجيلها من رقم 5. رقم 5 اللي هي الايه، السيشن. فتحنا السيشن خلاص وظبطنا الدنيا وكل حاجة، عشان بعد كده بقى الايه، الملف مثلا اللي حضرتك بتبعته لحد ده ينزل على الايه، اللاير الرابعة. ولنفترض مثلا ان الملف بتاع حضرتك ده مثلا مساحته ايه، مساحته مثلا 100 ميجا بايت. 100 ميجا بايت. طيب ال 100 ميجا بايت بقى دول، هل هم كلهم هيتبعتوا جوه الشبكة بتاعة الإنترنت لحد ما يوصلوا لصاحبك؟ اه طبعا هيتبعتوا كلهم. امال الفايل هيوصل سليم ازاي؟ بس في بقى تريكاية الترانسبورت لاير او الطبقة الرابعة دي بتعملها. قالك عشان تبدأ تحافظ على البيانات بتاعتك، بحيث ان لو حصل مشكله مثلا في الانترنت عندك والشبكه بتاعتك قطعت، ال 100 ميجا بايت ما تحتاجش ان انت تنزلهم من الاول، لا ده انت تحتاج بس تنزل الحته اللي الايه، اللي حصل فيها ايه، اللي حصل فيها مشكله وقطع في الايه، في البيانات. فبتبدا تاخد ال 100 ميجا بايت دول كلهم بتوع الفايل، وتبدا ايه، تقطعهم، تعمل لهم ايه، تقطيع. بتقطعهم لحاجه اسمها ايه، تشانكس. تشانكس. كل تشانك من دول احنا بنسميها ايه، بنسميها سيجمنت. فبمنتهى البساطه ادي الفايل اللي هو مساحته ايه، اللي هو مساحته 100 ميجا بايت، وصل على اللاير الرابعه اللي هي الايه، الترانسبورت لاير. فقامت الترانسبورت لاير واخده الملف اللي هو 100 ميجا بايت ده كله، وابتدت ان هي ايه، تقطعه لحاجات صغيره. كل قطعه صغيره اسمها ايه، اسمها سيجمنت. وبعد كده دي كمان ايه، سيجمنت. وبعد كده دي كمان اسمها ايه، سيجمنت. ودي كمان ايه، سيجمنت. مثلا يعني دي مثلا مساحتها كام كيلو بايت، ودي مش عارف مساحتها كذا كيلو بايت، ودي كذا كيلو بايت. وتبدأ تحط لهم ايه، تحط لهم ارقام تعريفية، ان دي مثلا كانت اول سيجمنت معايا، ودي كانت رقم 2، ودي كانت رقم 3، ودي كانت رقم 4. بحيث ان هما لما يوصلوا عند صاحبك اللي انت بتبعت له الفايل، يبدأ في المرحلة العكسية لما يبقى في اللاير رقم 3 اللي هي النتورك لاير، وعايزين نوصل لللاير اللي هي رقم 4 عند صاحبك بقى اللي هي الترانسبورت لاير، نعمل حاجة اسمها ايه، دي انكابسوليشن او فك للتغليف. ابدأ ارجع البيانات اللي متقطعة دي كلها تاني عن طريق الايه، الرقم المعرف ايه، الرقم المعرف بتاعها. حلو قوي. يبقى انا كل اللي عايزك تعرفه دلوقتي من الترانسبورت لاير ان هي بتاخد الملف الكبير ده وتبدأ ان هي تقطعه لاجزاء صغيرة اسمها ايه، اسمها سيجمنتس. وتبدأ تدي للسيجمنتس دي رقم، بحيث ان الرقم ده لما يتبعت عند صاحبك، الداتا بتتبعت متقطعة. نبدأ ان احنا نرجع ونرتب الداتا دي كلها مرة كمان، ونوصل للملف اللي ايه، اللي مساحته 100 ميجا بايت. طب هو مين اللي بيعمل الكلام ده؟ قالك في الحقيقة اللي بيعمل الكلام ده بروتوكول اسمه الايه، التي سي بي او الترانسميشن كنترول بروتوكول، بيشتغل فيه اللاير رقم 4 او الترانسبورت لاير. يا اما حضرتك بتشتغل بيه، يا اما حضرتك بتشتغل ببروتوكول تاني اسمه الايه، اليو دي بي او اليوزر داتا جرام بروتوكول، وده برضو بيشتغل في اللاير الرابعه. التي سي بي هو اللي انا لسه بكلمك عنه دلوقتي، ان مثلا انت نزلت 50 ميجا بايت،
وجيت عند الميجا بايت اللي هي رقم 51 والنت بتاعك قطع. ساعتها طالما انت مختار البروتوكول بتاع التي سي بي ده، اول لما الانترنت يرجع تاني هو هيبدأ يشوف القطع حصل فين ويبدأ يكمل عليه يرجعه مرة كمان، لان هو احنا بنسميه بروتوكول ايه، ريليابل او موثوق فيه. يعني لو في حاجة راحت هيرجع يرجعها لك مرة كمان. على عكس ان انت لو اخترت تشتغل ببروتوكول الايه، اليو دي بي او اليوزر داتا جرام بروتوكول اللي احنا بنستعمله، الحته دي شرحه نفسها يا شباب في الايه، في اللايف. يعني مثلا لما حضرتك تيجي تفتح ماتش ايه، ماتش كوره لايف، لما الشبكه عندك بتقطع وترجع مره كمان، هو مش بيرجع لك الحته اللي اتقطعت، لا ده هو بيودي لك على الايه، على اللايف او على الايه المباشر، اخر حاجه كانت موجوده كانت ايه. لان اليوزر داتا جرام بروتوكول هو عباره عن بروتوكول كونكشنلess. كونكشنلess يعني بروتوكول غير موثوق فيه، يعني اي حاجه هتروح مش هترجع مره تانية. دلوقتي بقى هنتكلم في اللاير رقم 3 اللي هي النتورك ايه، النتورك لاير. طيب انا عايزك تعرف ايه بقى عن النتورك لاير. اول حاجه عايزك تتخيل معايا كده ان حضرتك اهو جهاز رقم ايه، وبتبعت الملف اللي احنا اتكلمنا فيه ده لصاحبك اللي هو ايه، اللي هو مثلا او لشخص تاني في دولة تانية، او صاحبك في جهاز رقم ايه، رقم بي. الجهاز دلوقتي بقى، الجهاز بتاع حضرتك اللي هو جهاز رقم ايه ده بيبعت الايه، الملف قلنا للجهاز رقم ايه، رقم بي. فاحنا اتفقنا ان هو هيمشي من على الايه، الانترنت، هيمشي من على الانترنت. طيب هو الجهاز رقم ايه ده هيعرف ان هو المفروض الملف يوصله للجهاز رقم بي ده ازاي؟ قالك عن طريق الايه، الايدنتيتي او الايه، او الهوية، الايدنتيتي او الهوية. طيب مين اللي بيدي الهوية؟ قالك ده عنوان الايه، الاي بي. يبقى اول حاجة النتورك لاير بتعملها ان هي بتبدأ تحط الاي بي ادرس بتاع السورس، وسورس يعني مرسل اللي هو حضرتك، في الداتا. وبعد كده الايه، الديستنيشن اللي هو عنوان الايه، المستقبل اللي هو صاحبك اللي انت عايز تبعت له الايه، الفايل ده. طيب يبقى هي بتحط اول حاجه حاجه اسمها سورس اي بي، عنوان الاي بي بتاع حضرتك انت. وبعد كده الديستنيشن اي بي ادرس، عنوان الاي بي بتاع الايه، بتاع الجهاز المستقبل. حلو قوي الكلام ده لحد كده. طيب تاني حاجه بتعملها بقى هي ايه؟ قالك بتعمل حاجه اسمها الايه، الراوتنج. تعمل حاجه اسمها راوتنج. يعني ايه راوتنج؟ تخيل معايا ان من جهاز بتاع حضرتك للجهاز رقم بي في طريق عامل كده، من الجهاز بتاعي للجهاز بتاع حضرتك في طريق في طريق عامل كده، وفي طريق تاني عامل كده، وفي طريق تالت عامل كده. التكلفة مثلا بتاعة الجهاز ده 100 جنيه، 100 جنيه. والتكلفة عشان نعدي من الجهاز ده للجهاز ده 200 جنيه. والتكلفة هنا 300 جنيه. ساعتها يعني ايه راوتنج؟ قال لك راوتنج هي selection of the best path او اختيار الطريق الاحسن. يبقى النتورك لاير هتبدأ ان هي تختار احسن طريق من التلاتة اللي هو شيء طبيعي ان هو الطريق ده، وتبدأ تبعت البيانات بتاعتي كلها او الاجزاء بتاعت الملف بتاعتي كلها من هذا الايه، من الطريق ده. اخر حاجة بقى، او حاجة طبعا من ضمن الحاجات اللي النتورك لاير بتعملها، ان هي لما السيجمنتس بتعدي وتوصل لها من اللاير الرابعة، وبتبدأ ان هي تضيف عليها الاي بي هيدر دهون، بتتحول الى حاجة اسمها ايه، اسمها باكيتس او حزم. نبدأ دلوقتي بقى نتكلم في لاير رقم 2، ودي اسمها الايه، الداتا لينك لاير. طيب كل اللي انا عايزك تعرفه بس في الداتا لينك لاير ان هي اللاير المسؤولة عن مشاركة البيانات ونقل الملفات والديتا ما بين الأجهزة على اللوكال نتورك او على الشبكة المحلية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما احنا نبقى في لان او في لوكال اريا نتورك، مش عايزين نطلع على الانترنت، مش عايز اطلع خالص اهو انا على الانترنت، وعندي جهاز وجهاز هنا وجهاز هنا وجهاز هنا، اللي هينقل الملفات دي ما بينهم زي ما اتكلمنا، قلنا ان هو الايه، الداتا لينك لاير. عن طريق ايه؟ عن طريق الماك ادرس او الميديا اكسس ايه، كنترول. طيب امال لما هنبدأ نطلعها على الانترنت وتعدي من شبكة لشبكة تانية، هنا قلنا ساعتها هنحتاج مين؟ الايدنتيتي. وهنحتاج مين؟ وهنحتاج الراوتنج اللي هي الايه، اللي هي اللاير التالتة. دلوقتي احنا نقدر نفتكر بقى ان الراوتر فعلا لما انا قلت لكم المحاضرة اللي فاتت انه بيشتغل في اللاير التالتة، وهنا لما قلت لكم ان السويتش فعلا بتشتغل في اللاير التانية، يعني اخرها الداتا لينك ايه، الداتا لينك لاير. اللاير رقم 1 اللي هي الايه، الفيزيكال لاير. هي جملة واحدة بس اللي هقولها على الفيزيكال لاير، ان البيانات بتاعتي لما كانت في اللاير الرابعة، احنا قلنا ان هي وصلت وبقت ايه، وبقت سيجمنتس.
طيب لما وصلت لللاير التالتة قلنا ان هي اتحولت وبقت باكيتس. طيب عدت على اللاير التانية قلنا ان هي بقت فريمز او فريمات. طيب اللاير الاولى ايه اللي هيحصل فيها او ايه وظيفة اللاير الاولى؟ قالك بكل بساطة ان هي تحول اللغة بتاعة الكمبيوتر الزيرو وواحد الى ايه؟ الى اشارات. الاشارات دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى اشارات كهربائية وتعدي في سلك الايه؟ تعدي في سلك النحاس او الكبر، او تبقى ايه؟ نبضات، نبضات ضوئية وتعدي في اسلاك الايه؟ في اسلاك الفايبر اوبتكس او في كابلات الايه؟ في كابلات الفايبر. او رقم ثلاثة بقى ان هي تبقى ايه؟ ان هي تبقى وايرلس ميديا زي ما اتكلمنا الليكتشر اللي فاتت، وتبدأ ان هي تعدي از الكترومagnetic ويفز او موجات كهرومغناطيسية زي الايه؟ زي الواي فاي او الستاندرد او المعيار بتاع الايه؟ الواي فاي بتاعنا. طيب يا شباب كده احنا وصلنا لاخر الفيديو. ناقص بس ان انا اوريكم البي دي اف اللي معمول، واللي انا حبيت ان هو يبقى في شرح للسبع طبقات كرحله. والرحله دي انا قلت ان هي تبقى ايه؟ رحله لملف ايه؟ بي دي اف. يعني زي ما اتكلمت معاكم، تخيل ان ادي الجهاز بتاعك اهون، وادي الجهاز اللي انت بتبعت له ملف الايه؟ البي دي اف، وبتحاول تشوف الملف بتاع البي دي اف ده هيحصل فيه ايه في اللاير السبعه والسته والخمسه والرابعه والتالته والتانيه والاولى عند حضرتك. وانت نازل كده بتعمل انكابسوليشن وعمال تقطع في البيانات، وعند صاحبك لما يتبعت ويعدي من الأولى للتانية للتالتة للرابعة للخامسة للستة للسبعة، وانت بتعمل دي انكابسوليشن او فك للتغليف، وبترجع البيانات زي ما هي كانت عشان يوصل له ملف بي دي اف سليم مش شوية بيانات متقطعة. طيب اول حاجه طبعا احنا قلنا هنعدي على الطبقه السابعه، وكل اللي انا عايزك تعرفه طبعا زي ما اتكلمنا في الطبقه السابعه او في الابلكيشن لاير ان هي الطبقه اللي حضرتك كعميل بتتعامل معاها وبيبقى جواها بروتوكولات كتيره زي الاس ام تي بي زي الاف تي بي زي الاتش تي بي. الاس ام تي بي بالمناسبه هو اختصار لكلمه سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول، وده بروتوكول له علاقه بايه؟ بنقل الايه؟ بالمسج بالايميلات، السندنج والريسيفنج بتاع الايه؟ المسجز او الايميلات. هو بروتوكول تاني اسمه الايه؟ البوب 3. طيب رقم 6 بعد كده بقى، او الطبقه رقم 6 اسمها البرزنتيشن ايه؟ اسمها البرزنتيشن لاير. طيب البرزنتيشن لاير زي ما اتكلمنا بتعمل لي تشفير، بتعمل لي ضغط للملفات، بتعمل لي ايه؟ انكودنج او ترميز للايه؟ للملفات وتحويل للصيغ بتاعتها. طيب الطبقة رقم 5 أو السيشن لاير قلنا بتعمل شوية حاجات. تبدأ تنهي الاتصال بتاعك أو تنهي الجلسة بتاعتك، تعمل مانج للجلسة لما النت يقطع مثلا، تعمل إنشاء للجلسة بتاعتك لما حضرتك تفكر إن أنت تعمل انتر أكشن مع سيرفر أو مع برنامج أو مع أبلكيشن جديد. بعد كده الطبقة الرابعة اللي هي الترانسبورت لاير، اتكلمنا ان يبقى جواها بروتوكول زي التي سي بي، وده ريليبل او بيضمن الايه؟ الموثوقية، عشان بيعمل فحص للأخطاء وبيعمل طلبات إعادة للإرسال عن طريق حاجة اسمها ال 3 واي handshake. حلو قوي الكلام ده. وطبعا بيشتغل برضو في الطبقة الرابعة بروتوكول تاني زي اليوزر داتا جرام بروتوكول، بس قلنا ان هو connectionless ايه؟ بروتوكول. هتعدي بعد كده على الطبقة الثالثة، هتلاقي ان السيجمنتس بتاعتك اتحولت لباكيتس. ابتدينا ان احنا نعمل توجيه ونحط عنوان الاي بي بتاعنا، وابتدينا ان احنا نحول القطع او السيجمنتس او التشانكس بتاعتنا الى حزم بيانات او باكيتس. طب ايه اللي يفرق الباكيت عن السيجمنت؟ ان احنا بنحط له حاجة اسمها الاي بي هيدر. اهم ما يميزه ان هو بيبقى جواه السورس اي بي والديستنيشن اي بي اللي احنا بنستعملهم في الراوتنج زي ما اتكلمنا، او السلكشن فور ذا بيست ايه؟ فور ذا بيست باص. طيب الطبقه الثانيه بقى او الداتا لينك لاير، قلنا الباكيتات فيها بتتحول الى فريمات، وبنبدا ان احنا نستعمل الماك ادرس بتاعنا عشان ننقل البيانات انسايد الايه؟ اللان او اللوكال اريا نتورك بتاعتنا، طالما احنا مش عايزين نعمل راوتنج او نطلع على شبكات ايه؟ خارجيه. عشان نعدي اخيرا بالطبقه الاولى اللي هي الطبقه الفيزيائيه او الفيزيكال لاير، اللي البيانات بتاعت حضرتك اللي هي عباره عن صفر وواحد، وتبدأ تحولهم إلى إشارات تعدي جوه الإيه؟ الأسلاك، أو تتنقل كموجات كهرومغناطيسية. أخيرا يا شباب، الفيديو لو عجبكم متنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للشانل بتاعة اليوتيوب.